لو ساعتك قالت 9999 خطوة، هل جسمك يقولك معلش يا بطل ما فيش فايدة النهاردة وكل التعب يترمي في الزبالة؟ طب لو كملت الخطوة الأخيرة، هل فجأة الدهون تتحرق والقلب يبقى حديد؟ أكيد لأ، بس مين اخترع الرقم ده أصلا؟ ولا الموضوع أبسط من كده؟ المفاجأة إن أحدث مراجعة علمية كبيرة قالت إن 7000 خطوة مرتبطة بفوائد صحية مهمة جدا عند ناس كتيرة حتى قبل ما توصل للرقم الأشهر. بس خليك معايا، ده مش معناه إن 7000 رقم سحر جديد ولا إن 10000 بقت وحشة. إحنا مش بنبدل أسطورة بأسطورة. بس قبل ما نفك شفرة الرقم ده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. أهلا بيك يا دبابة في فورمة دهب، القناة اللي فاهمة جسمك 24 قيراط. يلا بينا نبدأ ونطلع بخطة مشي تناسبك انت يا دبابة من غير جلد ذات ولا كلام إنشائي. الحكاية بدأت في اليابان في نص الستينات بعد أولمبياد طوكيو، خلت الناس مهتمة بالحركة واللياقة أكتر ومتحمسة لأي أداة رياضية جديدة. شركة يابانية سوقت عداد خطوات اسمه مامبو كي، ومعناه تقريبا عداد 10,000 خطوة، والاسم نفسه كان جذاب وسهل للبيع. يعني الرقم ما طلعش من لجنة أطباء قالت إن بعد الخطوة 10,000 جسمك هيفتح وضع الصحة الخارقة، ولا تحدد من تجربة سريرية فاصلة. الرقم ده كان تسويقيا سهل الحفظ وطموحه عالي جدا، وانتشر لحد ما ناس كتير افتكرته لحد الطب الإجباري، خصوصا بعد ما اتبنته الساعات والتطبيقات. وده ما يخليش الهدف وحش، 10,000 ممكن تكون ممتازة، بس المشكلة لما تحولها لامتحان نجاح أو فشل وتنسى إن التقدم درجات. العلم ما يشوفش باب مقفول عند 9000 وباب ذهبي عند 10,000. الفايدة بتزيد تدريجيا من أرقام أقل من غير زر تشغيل مفاجئ. مراجعة سنة 2025 جمعت 57 دراسة من 35 مجموعة سكانية، وقارنت الخطوات بنتائج صحية متعددة من القلب للمخ والسكر والمزاج. مقارنة ب 2000 خطوة يوميا، 7000 ارتبطت بانخفاض 47% في خطر الوفاة من كل الأسباب. ودي نتيجة قوية لازم نفهمها صح. ركز في كلمة ارتبطت، الدراسات دي رصدية، فمش معناها إن 7000 هتدي كل شخص نفس النتيجة بالظبط، لأن عوامل تانية ممكن تأثر. لكن الإشارة كانت متكررة. 7000 ارتبطت كمان بانخفاض 25% في حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، وده اتجاه مهم للمدى الطويل. وارتبطت بانخفاض 14% في ظهور السكري من النوع الثاني مقارنة بمستوى 2000 خطوة، لكن من غير وعود علاجية شخصية. وفي البيانات المتاحة ظهرت ارتباطات أقل لمخاطر الخرف وأعراض الاكتئاب، بس عدد الدراسات لبعض النتائج كان محدود جدا، فما نبالغش في الثقة. أهم لقطة هنا هي إيه؟ المنحنى كان بيكسب بسرعة من حوالي 5 ل 7000، وبعدها الفايدة تستمر، لكن الزيادة تبقى أهدى مش توقف كامل. يعني لو أنت على 3000، الانتقال ل 4 أو 5000 ممكن يكون أهم من جلد نفسك عشان توصل 10 فورا وتحقق عادة تكررها أسبوعيا. ولو أنت أصلا بتعمل 10 أو 12,000 بالراحة ومن غير أي ألم، كمل مفيش مشكلة. مفيش دراسة قالت لك ارجع لورا طالما نومك ومفاصلك وتعافيك تمام ومفهومش أي مشاكل. والسن بيفرق. تحليل سابق لها إن منحنى الفايدة عند فوق 60 هدي تقريبا بين 6 ل 8000 خطوة، فبقى الهدف أرحم وأكثر واقعية. وعند الأصغر من 60 المنحنى كمل لحد نطاق من 8000 ل 10,000 خطوة. يعني مفيش رقم واحد مثالي لكل البشر، خصوصا مع القعدة الطويلة. صحتك الحالية، سنك، شغلك، إصاباتك، وحتى نومك، كل ده يحدد الهدف الواقعي أكتر من بوست على السوشيال ميديا. قارن نفسك بنفسك. والخبر الحلو إن مراجعات الخطوات لقت إن الزيادة 500 إلى 1000 خطوة يوميا مرتبطة أصلا بمكاسب صحية حتى قبل الهدف الكبير. يعني مش لازم تنط من الكنبة الماراثون 1000 خطوة زيادة، ممكن تكون 10 دقايق مشي موزعة على يومك من غير تجهيز أو ملابس خاصة. طب السر في العدد ولا السرعة؟ العدد الكل مهم، والمشي الأسرع يرفع شدة المجهود ولياقة القلب عند ناس كتير، خصوصا لو كان مشي نشيط. اختبار بسيط،
امشي بسرعة تخليك تتكلم جملة لكن الغنى يبقى صعب. دي شدة متوسطة تقريبية، ولو مش قادر تتكلم هدي السرعة. والخطوات مش بديل لكل التمرين، الإرشادات بتوصي بمثلا 150 دقيقة نشاط متوسط أسبوعيا وتمارين مقاومة يومين على الأقل. فلو بتعمل 10,000 وبتسيب الحديد ما تقولش أنا خلصت اللياقة. العضلات والقوة محتاجين مقاومة يا فورمة وتحميل تدريجي واستشفاء مناسب. نيجي بقى للتخسيس. 10,000 خطوة مش شيك مضمون بنزول الوزن، لأن الأكل والمدة والسرعة ووزنك بيفرقوا، وكمان التزامك لأسابيع وشهور. المشي يساعدك تزود الحركة وتصرف طاقة، لكن لو عوضت كل ده بسعرات زيادة الميزان ممكن ما يتحركش أو يزيد لو الشهية فتحت. الأبحاث على المشي وعدادات الخطوات بتلاقي نزول متوسط ومتواضع. النتيجة الأقوى تيجي مع نظام حياة كامل ومستمر، مش رقم الساعة لوحده. طيب تعمل إيه من بكرة؟ أول خطوة قيس متوسطك 7 أيام عادية من غير ما تغير حياتك مخصوص وعلى نفس الجهاز اللي بتستخدمه. اجمع خطوات الأسبوع واقسمها على 7، ده خط البداية الحقيقي، مش أفضل يوم عملته وانت متحمس أو مشيت في المول كله. لو متوسطك 3000 خلي هدف الأسبوع الجاي 4000. إنجاز ثابت أحسن من 10,000 يوم واحد. وبعده أسبوع ألم وكسل، بعد أسبوع مريح زود 500 وكرر لحد ما تقرب من 7000 من غير ألم أو إنهاك غير طبيعي، وساعتها ثبت قبل الزيادة. تاني خطوة وزع المشي، 10 دقايق الصبح، 10 بعد الغداء و10 بالليل. أسهل من مشوار ضخم وجسمك هيحسبهم كلهم. والمشي بعد الوجبة له ميزة، مراجعة علمية لقت إن الحركة بعد الأكل تقلل ارتفاع سكر الدم، خصوصا لما يكون توقيتها قريب من الوجبة. مش لازم تجري، ابدأ بمشي مريح بعد الأكل لو حالتك تسمح، وعدل المدة حسب جسمك وطبيبك وخليه حركة مش عقاب على الأكل. ثالث خطوة اسرق خطوات من يومك، السلم بدل الأسانسير، اركن أبعد وتمشى وانت بتكلم صاحبك، وانزل قبل محطتك لو ينفع. كل ساعة قاعدة اعمل 3 دقايق حركة، مش بس عشان الرقم لكن عشان تفصل فترات الخمول الطويلة اللي جسمك مش بيحبها. خطة 3 أسابيع، أسبوع أول متوسطك زائد 1000، أسبوع تاني زائد 500، أسبوع تالت تثبيت قرب 7000، ولو صعب كرر الأسبوع. بعد ما تثبت زود الجودة، 10 دقايق أسرع طريق فيه طلعة، أو امشي أطول يومين بدل مطاردة الرقم كل يوم عشان اللياقة تتطور. ولو 7000 سهلة، 10,000 هدف جميل، بس ما تسرقهاش من نومك ولا تمشي على إصابة عشان تكسب باج. الصحة مش منافسة. الساعات والموبايلات مش أجهزة معملية، استخدم نفس الجهاز ونفس طريقة الحمل وراقب الاتجاه على مدار أسابيع بدل الهوس بكل خطوة. أيام الشغل والراحة هتختلف، بص المتوسط الأسبوع لأن الاستمرارية أهم من رقم مثالي كل 24 ساعة، ويوم قليل مش بيمسح أسبوعك كله. ولو عندك ألم في الصدر أو دوخة، ضيق نفس غير معتاد، إصابة أو مرض مزمن، استشير مختص قبل زيادة المجهود. سلامتك أهم من إثبات قوتك. دلوقتي الخلاصة والزتونة رقم 10,000 بدأ كفكرة تسويقية، لكنه بقى هدف عمليا مفيد جدا لناس كتير، مش مؤامرة ولا كذبة كاملة. العلم مش بيقول اقف عند 7، بيقول إن فوائد كبيرة ظهرت قبل 10,000، فما تحتقرش تقدمك. كل خطوة فوق خمولك لها قيمة. 7,000 هدف واقعي للصحة عند ناس كتير، و10,000 ممتازة لو مناسبة ليك. والأهم تتحرك أكتر من مستواك مع نوم وتمرين وأكل مناسب. ابدأ بمتوسط 7 أيام، زود 1000 ووزع المشي، وثبت العادة قبل ما تزود السرعة أو المسافة، وحافظ عليها شهر كامل. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات متوسط خطواتك الحقيقي كل يوم قد إيه، أقل من 4000، من 4 ل7، ولا أكتر من 7000، وهتزود كام الأسبوع ده. وأشوفكم في حلقة جديدة من فورمة دهب.